لقيت اختي بتكلمني في التليفون ومنهارة من العياط، وهي اصلا مريضة وتعبانة وحالتها صعبة. قلت لها بس بالراحة، اهدي كده واحكي لي في ايه، عشان انتي مش ناقصة وجع قلب، كفاية اللي انتي فيه. ودي برضو منهارة وعمالة تعيط وبتشحتف وهي بتحكي لي. شفتي جوزي بيعمل ايه؟ ماله يا ستي؟ ده راجل امير وطيب وغلبان وزي الفل، ومراعيكي وواخد باله منك، وعلى طول عند الدكاترة ومش مقصر في اي حاجة خالص. قالت لي لا، الموضوع مش كده، هو خلاص ما بقاش بيحبني وما بقاش مستحمل العيا اللي انا فيه. وانا شفته وهو بيكلم بنات في التليفون وقافل على نفسه الأوضة وبيقفل بالمفتاح من جوه، وسمعاه وهو عمال يضحك. فقلت لها عادي يا حبيبتي، يعني انت ايش عرفك واتأكدتي منين يعني ان هو بيكلم بنات؟ ما يمكن بيتكلم مع اصحابه ولا بتاع. قالت لي ما هو لو بيكلم صحابه هيقفل على نفسه بالمفتاح ليه ومحدش يدخل ومحدش يخبط عليا ليه؟ فقلت منطقيا هي عندها حق، بس انا بحاول طبعا ان انا اخفف عنها لانها تعبانه وبتغسل كلى وبتاع ومشاكلها كبيره. فقلت لها بصي يا حبيبتي، ما ينفعش ان احنا ما نتاكدش من الحاجه الاول ونقول كلام وخلاص. فرضا بيتكلم وبيهزر مع زمايله ولا حاجه، العيال هيخشوا يرخموا عليه، انت هتخشي ترخمي عليه، وهو شكله بيتكلم فخايف ان صوتكم يطلع في التليفون، اي حاجه من دي. قالت لي يعني انت شايفه كده؟ قلت لها اه شايفه كده. قلت لها لازم تتاكدي الاول. مفيش، غابت يومين وبتاع، وفي خلال اليومين دول كنا بنتكلم اللي هو عامله ايه النهارده، رحتي للدكتور، عملتي ايه في الغسيل، الحاجات دي كلها. المهم عدى يومين لقيتها برضو بتكلمني وهي نفس الشحتفه ونفس العياط. ايه يا بنتي؟ انا قلت بس هي خلاص اتاكدت، انا قلت بقى هتكبر دماغها ولا هو هيداري على نفسه ولا اي حاجه. لقيتها نفس الكلام، وقالت لي لا، مفيش راجل بيعمل اللي هو بيعمله، هو عمره ما كان بيعمل الحاجات دي وانا سليمه، دلوقتي بقى بيعمل تصرفات غريبه من غير ما تقولي لي تتاكدي ولا ما تتاكديش. انا متاكده ان جوزي بيخوني وبيعمل حاجه غلط. يا ستي الله يهديكي. قالت لي لا، ما انا جبته وقلت له بقول لك ايه، انا تعبانه وخلاص، انا مش حمل بهدله ومرمطه، قول لي بقى بالظبط في ايه وانت بتعرف عليا مين، هات من الاخر كده. قلت لها هو انت قلت له كده؟ قالت لي اه، ما انا هعمل ايه يعني. قلت لها ربنا يستر بقى، في بالي عماله اقول ربنا يستر من الرد بتاعه، ما يكونش ايه قفلها. بس من شحتفتها وعياطها ده عرفت ان في كارثه. قال لها بصي بقى يا بنت الناس، انا بصراحه مش عارف اعمل ايه، انتي عياكي ومرضك وكل ده عند الله يعني، وربنا يشفيكي ويعافيكي وكل حاجه وعلى راسي والله، وانتي عارفه معزتك عندي وبتاع، بس انا راجل ويعني ليا احتياجات وانتي ما بقيتيش قادره، وحتى طلبات البيت نفسها انتي مش قادره عليها. وهو كتر الف خيره يعني بيجيب حد يساعدها ويشوف شغل البيت معاها، ومهما كان هو راجل وليه احتياجات اخرى وهي خلاص يعني مش قادره عليها. المهم قعد قال لها الكلمتين دول وقعد يطيب بخاطرها الاول. قال لها يعني يرضيك ان انا اغضب ربنا؟ قالت له هو انت لسه ما غضبتهوش؟ الله والله انا عماله اقول يا رب استرها عليا، لاني فعلا حاسس ان انا دخلت في سكه غضب ربنا، فانا يا بنت الحلال عايزه اعف نفسي عشان الوضع كده خطر. فقلت لها يعني هو هيعمل ايه؟ قالت لي مفيش، عايز يتجوز. طبعا دي عماله تعيط، وقلت لها بصي احنا هنتكلم بالعقل ولا اي كلام وخلاص؟ قالت لي انا مش عارفه اعمل ايه، احنا متجوزين عن حب، وازاي اسيبه يتجوز واحده تانية؟ والدنيا طبعا اتقلبت. قلت لها طب خلاص اقفلي انت بس وادي، وانا هبعدي عليكي، هجيب العيال من المدرسه وهعدي عليكي نقعد نتكلم شويه بدل كلام التليفون. المهم قفلنا، يعني الكلام ده كان الصبح بدري، بعد العصر كده خدت عيالي ورحت رايحه لها. انا ما عنديش حد في البيت، يعني جوزي الله يرحمه توفى في حادثه وانا صغيره، ومعايا ولد وبنت صغيرين وبتاع، فانا قاعده على ولادي، ويا دوبك المعاش اللي بيطلع لي من جوزي الله يرحمه بصرف بيه على البيت، والدنيا يعني ماشيه معايا بطلوع الروح.
وحاجات كده بتاجر فيها اونلاين وبتاع وبمشي حالي يعني. المهم رحت لها، وهي مش اختي، هي بنت عمي، بس انا علشان والدي ووالدتي توفوا هم وانا صغيره جدا، فعمي الله يرحمه هو اللي مربيني معاها. فعلشان كده احنا الاتنين لما حد بيسألنا انتوا ايه ما بنقولش ولاد عمي، بنقول احنا اخوات، احنا متربيين احنا الاتنين على كده. وهي كده كده ملهاش غير اخ واحد والله يرحمه توفى وهو شاب، فملناش غير بعض احنا الاتنين. المهم رحت لها وقعدت معاها، لقيتها بقى قلبة الدنيا وخلاص قرر ان هو لازم يتجوز وبتاع. وهي طبعا الحالة الصحية اللي عندها مع ضغطها كمان اللي بيعلى، هي صغيرة في السن بس يعني مرض من عند ربنا، ابتلاء يعني ملناش دخل فيه، هي لسه ما كملتش 40 سنة. المهم المشكلة كلها ان هي وجوزها متجوزين اصلا عن قصة حب، بيحبوا بعض جدا، بس جه بقى هو مستحمل الوضع اللي فيه ده بقاله اكتر من 3 سنين. وهي الموضوع معاها يعني بدأ بأمراض وختم بحاجات، فالدنيا مش سهلة خالص، لولا ان هو كمان مقتدر ماديا فقادر يصرف على الحاجات الكتيرة اللي عندها امراض بدون تدخل في تفاصيلها يعني. فالمهم الراجل خلاص ايه مش مستحمل. ولما اتكلم معاها بصراحة، لما بدأت تلاحظ ان هو بقى بيكلم بنات وعامل علاقات على النت وبيخش يضحك ويهزر ويقفل على نفسه والليلة السودة دي كلها، لدرجة ان هو دخل يعني وصل بيه الحال ان هي قفشته في الحمام. فالمهم هي كانت عايزة تداري عليه في الاول لحد ما وقعت بلسانها وقالت لي لا اصل انا قفشته في الحمام وكان قاعد بيتكلم واحدة. قلت لها بس ما تكمليش الكلام ده عيب وما يصحش ومش عارفة ايه، هو غلط وبتاع. المهم قلت لها دلوقتي الراجل هو عايز يعف نفسه، مش احسن ما يقع في الغلط؟ وديكي شايفه هو بدأ يعمل ايه وانت تشيلي ذنبه ليه؟ والست يعني الست كويسه الشاطره عارفه انها مقصره مع جوزها، بس هو لاجل الحق مش مقصر معاكي في حاجه. قالت لي مش مقصر في حاجه بس انا مش قادره يعني افكر ولا استوعب ان هو يتجوز عليا واحده تانيه، وبعدين التانية دي الله اعلم هتعمل ايه وهتسوي ايه، والعيال وافرض انا لا قدر الله يعني مت في اي وقت هتعمل ايه في عيالي والكلام ده كله. انا ازاي اوافق ان هو يتجوز واحدة تانية؟ طب خلاص يبقى بشروطي. طب ايه هي شروطك؟ انا مش عارفة. وقعدت بقى ايه قلبت الدنيا ومفيش اي تفكير خالص. انا بقى يعني سمعت الكلام منها وقعدت اهديها وبتاع. طب يا ستي ما يمكن يجيب واحدة كويسة، ما يمكن يتجوز واحدة حنينة على العيال، يمكن. قالت لي ما يمكنش وانا ايش ضمني وانا ايش عرفني وما اعرفش ايه. خدت منها الكلام وقعدت اهدي فيها شوية وقلت لها ما نسبقش بالاحداث وبتاع لحد اما نشوف هو هيعمل ايه. قالت لي هيعمل ايه يعني؟ انا هستنى لحد ما الاقيه داخل متجوز وداخل عليا، ما انا لازم اتصرف. المهم الوقت خدنا وسرقنا وبتاع، فقلت لها لازم اروح، وخدت عيالي وروحت وقعدت افكر كده مع نفسي. وجه في بالي قرار، مش قرار، جه في بالي حاجة قلت اقولها لها. كده كده جوزها هيتجوز وانا ظروفي مش احسن حاجة، وهو ما شاء الله عليه مقتدر ماديا وبيصرف عليها كويس وكل حاجة، وفي الاول وفي الاخر هيتجوز وانا مش اختها شقيقتها. يعني انا قلت لكم ان احنا بنعتبر نفسنا اخوات بس انا بنت عمها، فيحلله ان هو يتجوزني. فانا دلوقتي اللي فكرت فيه، انا دلوقتي الله يرحمه جوزي اتوفى وفي نفس الوقت خايفة. هو جالي ناس كتير بس خايفة على اولادي وخايفة على نفسي ان انا اجيب واحد انه ما يكونش بيعرف ربنا وما يتقيش الله فيا ولا في عيالي. لكن جوزها راجل محترم وانا عارفاه وهو عارفني والدنيا كويسة.
فجي في بالي اروح اقول لهم او اقول لها هي، يعني اللي فكرت فيه ان انا اقول له هو الاول. مش عارفه القرار ده صح او مش عارفه اعمل كده ولا ما اعملش. الكلام اللي انا هقوله لكم لسه دلوقتي. فكرت ان انا اروح اقول له بما ان انت عايز تتجوز فانا اولى من الغريب، وهي كده كده يعني اختي بنت عمي حبيبتي وهشيلها فوق راسي ومفيش مني اي خوف، ويعني هبقى انا استفدت ان انا هبقى على ذمه راجل عارفه ان هو هيقدر يصرف عليا ويعيشني كويس وهيعاملني بما يرضي الله، وفي نفس الوقت هبقى ضامنه ان محدش هيجي وحش او مش هيتجوز واحده تانية يعني تعامل اختي وحش او تبقى هي خايفه منها او كده. فانا فكرت ان انا اروح اقول له هو الكلام ده، وهو اتفق معاه ان هو اللي يروح يقول لي بنت عمي كده، يعني يقول لها اولى حد ان انا اتجوزه هي بنت عمك اللي هو انا. وجيت فكرت في حل تاني، قلت لا انا هعرض عليها هي الموضوع واقول لها بما اني كده كده جوزك عايز يتجوز واحده تانية ما انا اولى، وانت عارفه احنا علاقتنا ببعض حلوه، ويا ستي انت هتبقي على ذمته وانا هبقى على ذمته واحنا الاتنين هنبقى على ذمته، بدل ما يجيب واحده تانية وتقول له يطلقك ويعمل لك المشاكل اللي انت خايفه منها. لكن انا بالعكس انا هشيلك وهخدمك وهبقى خايفه عليكي وهراعيكي وهراعي ولادك وهبقى شايلاكي فوق دماغي. فالموضوع زي ما نقول بالعربي كده نفع واستنفع. انا استنفع براجل كويس والدنيا كويسه وهبقى مطمنه معاه احسن ما اتجوز واحد تاني من الناس اللي بتجيلي دي، وفي نفس الوقت هبقى انا اللي ايه واخده بالي منها. فانا مش عارفه اللي انا فكرت فيه ده صح اصلا ولا غلط. طيب لو صح اكلمه هو وهو اللي يكلمها على اساس ان هو اللي فكر في الموضوع وفيا، علشان بما ان انا وهي اخوات ومتربيين مع بعض وكده فما يبقاش شكلي وحش ويبقى هو اللي اسمه فكر في الحوار ده، ولا اقول لها هي وهي اللي تعرض عليه. فانا خايفه من رد فعلها وبرضه خايفه من رد فعله، بس رد فعلها هي لو رفضت او ان هي تحس مثلا ان انا عيني على جوزها او ان انا ببص على مصلحتي، الحاجات اللي طبعا انتوا فاهمينها دي، فانا خايفه جدا. وفي نفس الوقت يعني مش عارفه ابعد خالص وخلاص ولا اعمل ايه ولا اتصرف ازاي.